هل اختيار اسم البراند في الدروب شيبينج مهم وهل بيفرق فعلا ولا اي اسم وخلاص؟ طبعا بعد ما انت بدأت دروب شيبينج وبدأت ان انت هتختار المنتج وهتبدأ تبيع، اول سؤال بتسأله لنفسك ايه انسب اسم ابدأ اعمل بيه الستور بتاعي؟ وهل هيفرق معايا في الشغل ولا اي اسم والسلام؟ ده موضوع الفيديو النهاردة ويلا بينا. في الفيديو ده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا وبتقابل أغلب الناس اللي بتبدأ، وهي نقطة تسمية الستور. طبعا بعد ما انت قررت خلاص ان انا هبدأ دروب شيبينج وان انا خلاص هبدأ اجهز الدنيا، اول حاجة هتقابلك وهي اختيار الاسم. فطبعا انا عايز احكي لكم موقف حصل لان في الاغلب حصل مع اغلبكم، وهي الاسم. وانت بتختار بتكون عايز ان هو انا عايز اسم يونيك، اسم ما اتعملش قبل كده والكلام ده كله. طبعا الفكرة دي غلط، لان انت في البداية انت بتعمل حاجة اسمها جنرال ستور. انت ما فيش منتج معين انت هتبدأ بيه، انت هتبدأ بمنتجات كتير، بعد كده ان شاء الله بتعمل نقطة اللي هي الايه، البراندنج. لكن لو انت عايز تكمل جنرال ستور، انا ما برشحش طبعا جنرال ستور برضه، عشان يبقى عندك خلفية اللي هي منتجات من جميع الانواع. لما تخش في الستور يبقى كل حاجة، انا ما برشحش دي، لكن في البداية تمام. بعد كده تكمل في مجال معين، مجال خاص بأدوات المطبخ، مجال خاص بمثلا أدوات البيت، مجال خاص بالتصميمات، كل هذا الكلام. تمام. فأول كونسبت عايزه يكون في دماغك هو إن العميل أول حاجة بيبص عليها وهو المنتج. لو المنتج بتاعك محطوط بشكل كويس، الديسكريبشن بتاعه تمام، سعره كويس، ليه تقييمات، الديزاين كويس، ده أول حاجة بيصيب فيه انطباع كويس. بعد كده بيبص على اسم الستور، وطبعا عايزين اسم الستور يتوفر فيه 3 نقط عشان يساعد معانا قدام لو حبيت تكمل جنرال. لو حبيت تكمل براند برضو تعالى معايا النقط اللي جاية عشان برضو تعرف هتسمي البراند بتاعك ازاي. أول نقطة ودي أهم نقطة، وهي سهلة النطق وخفيفة على اللسان. طب معناها إيه؟ زي أمثلة قدامنا: نون، كريم، أوبر، بيبال، أبل، جيميل. طب إيه العلاقة؟ العلاقة إن هي لو قابلت أي حد وقلت له جيميل، ده خلاص هو فاهم الفكرة. وبالنسبة لنا إحنا بتفرق في نقطتين: الجي فور جوجل والميل للإيميل. فاهم الفكرة؟ فإحنا عايزين نربط الكونسبت ده بحيث وانت بتعمل البراند بتاعك لازم يكون ليه علاقة بالنيل. لو انت مثلا هتعمل لأدوات المطبخ، يعني مثلا كيتشن مارت مثلا، او مثلا فور بيتس كلاب. فاهم الفكرة؟ فلازم المجال اللي انت هتختاره يكون ليه علاقة بالاسم بتاع البراند. تاني حاجة لازم يكون قصير. وقصير ازاي؟ طيب قصير من ناحية ان هو بيتس كلاب خلصت. فاهم الفكرة؟ لكن مثلا مش بيتس كلاب فور يو اول، فمش هينفع. انت لازم الاسم يكون قصير عشان نيجي للنقطة الثالثة، وهي يكون موجود في العقل الباطن بتاع العميل، بحيث وانت ماشي ولو حد مهتم في مجال البيتس مثلا او الكيتشن قلت له مثلا بيتس كلاب تمام، فخلاص هو ده عدى عليا قبل كده بيتس كلاب. عكس مثلا ما شفتش براند بيتس كلاب فور يو اللي علينا، فلا مش هتكون صعبة عليه في الايه، في التذكر. فاحنا عايزين قصير، سهل على اللسان والنطق، عشان يكون موجود في العقل الباطن بتاع العميل، عشان لما يشوف الاعلان تاني والاسم مميز فهيخش معانا، وليه علاقة طبعا بالمجال. تاني نقطة وهي نقطة مهمة جدا، وهي قابلة انها تتحول لبراند. زي ما قلنا مثلا بيتس كلاب، فلازم اللوجو بتاعنا يكون سيمبل، يكون شبه ما شرحت قبل كده في فيديوهات ان هو بيتس كلام كلاب. تمام كده الاسم بتاعنا بقى ايه، بقى جاهز. ايه اللي ممكن يتلعب فيها؟ وهي الايكون اللي جنب بيتس كلاب دي، اللي ممكن تكون فيها شغل، فيها حاجة بتوحي ان ده براند الحيوانات أليفة، بتوحي ان اللون ده بالشكل ده خاص بيك انت. ده نقطة اللي هتفرق معاك جدا. لكن كاسم لو شفت اغلب البراندات او يعتبر يعني 99% منهم الاسم سيمبل، لكن الايكون هو اللي بيكون فيه اللعب كله. وطبعا تصميمات المتجر تكون لها علاقة بالالوان، وتصميمات السوشيال ميديا برضو. فلازم كل الاشكال دي الاسم اللي انت هتختاره يقدر يكون مربوط بكل النقط دي.
طب هل الموضوع فعلا صعب وزي ما انا بقول كده، ولا هل الموضوع بسيط؟ الموضوع هياخد منك خطوتين. هنفتح موقع namelix.com وهنفتح موقع landmainsearch.com. طب الموقعين دول بتوع ايه؟ namelix.com بيساعدنا ان احنا بنقول له والله انا هشتغل في مجال الكيتشن، الادوات المطبخ وكده، واقترح لي اسامي. تمام. بعد كده هنروح على موقع lindomainsearch.com، ده هيقول لنا والله الدومين ده متاح، تعال نجرب تجربة عملية. في البداية احنا دلوقتي في موقع نيمليكس، هنكتب كلمة كيتشن، نعمل جنريت. بعد كده عندنا ستايلز كتير جدا، ممكن تختار الستايل اللي انت حابه. انا مثلا حابب اللي هو براند ايبل نيمز. بعد كده انا عايز والله ماشي، مش عايزه منتشر بشكل كبير، انا عايزه متوسط. الاسم بتاعنا هنسميه كيتشن، والديسكريبشن كيتشن ستاف مثلا. بعد كده هنعمل جنريت، ونيجي برضو قبل ما نكمل هنا هنيجي عند لين دومين سيرش، هكتب كيتشن. نرجع تاني على ما يحمل ونشوف. لو خدنا بالنا كيتشن تود، كيتشنافو، تشيفيلو، فاهم الفكرة؟ فهتلاقي بالأسامي كتير جدا 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 بلوجوهات مقترحة. ولو رحنا برضو لين دومين سيرش هنلاقي زي ما انتم شايفين كل الكلام ده متاح. كيتشن تراكنج، جارد كيتشن، بروميت، سترايك. فتبدأ تاخد، احنا عايزين زي ما قلنا حاجة قصيرة وتكون ريليتبل للعميل بس، وتبدأ تدور لحد مثلا كيتشنست. نبدأ نشوف هل كيتشنست متاح معانا ولا لا. يعني ده اسم كويس جدا، في نقطتين اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هي خاصة بالمطابخ وسهل النطق وخف على اللسان، والعميل يقدر يفتكره بسرعة. انت لو قابلت حد كيتشنست يقول لك والله ده عدى على قد كده، هو ما عداش ولا حاجة، بس هو عشان الفكرة انه قريب من الكونسبت بتاعه وبس. وهتبدأ تدور وتبدأ تعمل اللوجو وتبدأ وأتمنى يكون الفيديو أفادكم. بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله المرحلة الجاية نتكلم فيها عن ماذا بعد الاسم، وأشوفكم في فيديو جديد.